استأذنكم في هنا رسامة من ذوي الهمم، بعد إذنكم هل هي موجودة؟ طيب أنا بهديها قصيدة يا جماعة، إهداء هذا مني لها. صراحة الرسامة هذه مبدعة بسم الله ما شاء الله، وأنا متأكد كل واحد فيكم ما راح يتأخر في دعم الإنسانة هذه، في الموهبة هذه. إنسانة عظيمة، إنسانة نتعلم منها الطموح، العزيمة، الجمال، الإحساس، كل شيء جميل. وسبحان الله تجسد الإحساس هذا في رسماتها الجميلة. طبعا دائما يكون مسمى الإعاقة متداول، ولكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لما يخلق الشيء له حكمة فيه، ولما فعلا نتمعن في الكلمة هذه بنلاقي انه في اشخاص بيننا وفي حياتنا اليومية يستحق ان احنا نطلق عليه اسم معاق في اخلاقه وفي الاشياء السيئة اللي يقدمها. بس الناس اللي يعطونا دروس في الامل والطموح اللي هم ذوي الهمم يستحقون منا كل الاشادة. نضيف لي أستاذ نواج قبل القصيدة الله يحفظك. أنا أطلب من الأستاذ اللي بجوار الأخت إنها تكتب لها، لأن هي لا تسمع ولا تتكلم، يا ريت تكتب لها إن هذه القصيدة من الأستاذ وهج مهداة لها كمشاركة وتعزيز لمشاركتها وتواجدها معنا. أقول وين الإعاقة؟ وين الإعاقة؟ ما لقيت الإعاقة في خلق ربي كل تصوير محمود. ما للإعاقة في الأوادم علاقة، اللي عزيمتهم من العز والجود، اللي بنوا وسط الظلام انطلاقة، واللي صرخوا ما للطموحات حدود. شوفوا كلامي واحكموا في وفاقه، وإن كان قصر جيبوا الرد مردود. في داخلي وجهة نظر وانطباقه، إن الإعاقة ما هي أطراف وزنود، وإن المعاق اللي عديم اللباقة، واللي إذا انعدوا هل الطيب مفقود، واللي كريم في مبادئ نفاقه، واللي الكسب الحسد والحقد موعود. يعني الإعاقة ما تسمى إعاقة إلا على اللي داخله شر وحسود. الآن كذلك في درع تذكاري لفنانتنا التشكيلية اللي تحدي باللغة بأنها تجي للمسرح. فنانة مبدعة وفنانة متميزة وصاحبة بصمة في الفن التشكيلي. الإعاقة السمعية والعلاقة ليست عائق أمام من يمتلك الإصرار. الأستاذة ليلى تملك إصرار عجيب أن تبدع وتتميز.